السلام عليكم. الفيديو التاني اللي وعدتكم بيه من كتر الحماس انا بصور في نفس اليوم بنفس اللبس في نفس المكان. قمت بس نزلت الفيديو ورجعت على طول صور الفيديو التاني. طيب، الفيديو التاني ده مرتبط ارتباط وثيق بالاتنين، يعني بكسر حلقة الانحدار الأخلاقي في مجتمعنا وبتحرير المسجد الأقصى إن شاء الله. كل فكرته النية القلبية للتغيير وإن إزاي بستقبل رسائل ربنا ليا. هقول لكم، ولكن في جزئية مهمة حابة أتكلم فيها الأول قبل ما أدخل في الفيديو. إن الجزئية دي أنا نفسي سألتها لنفسي وأنتوا أكيد سألتوها برضه. اشمعنى أنا شكلي مش ملتزمة بالحجاب الشرعي وعاملة ميك اب، ويعني شكليا مش أكتر حاجة يعني تبين إن أنا في بيني وبين ربنا عمار. فحابة أتكلم في الجزئية دي وأرد عليها. أنا دورت بصراحة على معلومات كتير، دورت في أماكن كتير. ليه؟ اكتشفت حاجة مهمة، إن في مجموعة من البشر همهم بقالهم سنين بيصرفوا مبالغ ضخمة في تشويه صورة الإسلام والمسلمين. لم جماعات إرهابية، لم شوية عصابات، لبسهم جلاليب ورب لهم دقن لحد رجليهم تحت، لبسهم اسود في اسود، خليهم يطلعوا يدبحوا في البشر وصورهم تصوير ولا فيلم هوليوود، وقول عليهم ان هم مسلمين. شوفوا المسلمين بيعملوا ايه، شايفين الشكل ايه، شايفين تصرفاتهم عامله ازاي، هو ده الاسلام. وكذلك برضو اي بنت ملتزمه بحجاب شرعي بتطلع تتكلم، بس دي زيهم، دي معاهم، دي تبعهم. المهم ان الصوره اللي لزقت في دماغ الناس كلها، والمشكله الاكبر ان هي مش في دماغ الغرب بس، يعني يا ريتها في دماغنا، المشكله انها بقت في دماغنا احنا المسلمين. احنا بقينا شايفين ان فعلا بصك تلقائي انت مش بيجمع ان لا، ده يبقى ارهابي، يبقى كلامه مشكوك فيه، بينتمي لحاجه، مش مريح. وكذلك اي بنت برضو ملتزمه بحجابها التزام كامل وبتاع، بيبقى برضو في اثاره للشكوك. فالرساله اللي وصلت لي من الموضوع ده من ربنا سبحانه وتعالى حاجه مهمه جدا، اللي هو انتوا بتنكروا بقالكم سنين سنين، عمالين تصرفوا اللي وراكم واللي قدامكم ومبالغ ضخمه وناس تدبح وتعيشوا فساد في الارض، وعايزين تهلكوا كل المسلمين وتاخدوا خيرات اراضيهم وتعملوا مخططاتكم الشيطانيه. اوكي، كملوا كملوا كملوا، خلصتوا؟ طيب، السنه اللي انتوا هتنووا فيها ان كنتوا تأذوا البشر كلهم وتخلوهم مليار واحد بس من 8 ولا 9 مليار، مش عارفه الباقيين دول هتقتلوهم ازاي. انا هبعت عباد ليا صالحين شكلهم عادي خالص، مش ملتزمين قوي بالحجاب بتاعهم ولا ملتزمين قوي بلبسهم. انا والله شفت كذا ولد، بس انا ماليش حق دلوقتي ان انا اذكر اساميهم يعني. منهم اللي كان عامل تاتو وكان طالع بمحتوى والناس نصحته فرجع وابتدى يشيل التاتو، ابتدى يعمل محتوى هادف. ده واحد فيه الخير. شفت بنت ما شاء الله اللهم بارك حافظه القران بتقول كلام رهيب، انا نفسي بستفيد منه، ومع ذلك باين شعرها وباين جزء من رقبتها وما شاء الله عليها، فعلا فعلا قلبها عمران بربنا. فالرساله اللي وصلت لي من ربنا ان خلاص ربنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده، اللي كترت فيه الفتن بشكل مبالغ فيه، وبقى القابض على دينه كالقابض على الجمر فيه. خلاص تعالوا بس بقلوب، يعني إلا من أتى الله بقلبا سليما. تعالوا أنا أقابلكم باللي فيكم بقلوبكم. دي رسالة ربنا اللي فهمتها. رسالتي أنا بقى للناس، حاول على قد ما تقدر، أو حاولي برضو إنك أنتي أي حد عاوز يقول لك معلومة عن ربنا سبحانه وتعالى أو عايز ينصحك نصيحة، استقبليها، استقبلها. بلاش تقول له يا عم أنت هتعملي فيها شيخ، يا عم بص لمنظرك عامل إزاي، يا عم بص لشكلك ولبسك. بلاش بلاش، حاولوا ان احنا كلنا فينا الخير، فحاولوا نستقبل الخير ده من بعض، بلاش نقعد ننظر على بعض. تمام؟ دي اول نقطه. تاني نقطه بقى نخش في موضوع الفيديو على طول. ازاي ابتدي النيه القلبيه في التغيير، وازاي اوصل ان انا اقدر استقبل رسائل ربنا ليا. تعالوا هفصصها لكم واحده واحده. اديكم مثال جميل يجري الريق ويفتح النفس. دلوقتي انت معاك قرشين وحبيت ان انت تدخل بيهم مشروع تستثمرهم ويجيب لك فلوس ويبقى راس المال بتاعك قاعد وبيزيد، وليكن قررت ان انت تفتح محل كبده. خلاص، دي النية ان انا هفتح محل كبده. طيب، علشان النية دي تتأكد بيقين تام ان اللي انا داخله ده صح ومربح وهيكسبني ده، لازم ارد على شوية تساؤلات.
ايه التساؤلات اللي انا هرد عليها بقى؟ اول حاجه، انا معايا محل اصلا ولا لا؟ تاني حاجه، انا هجيب الكبده منين؟ تالت حاجه، في محلات كبده تاني حواليا في المنطقه ولا لا؟ رابع حاجه، هعملها سندوتشات ولا طواجن؟ كده يعني شويه اسئله كتير. لما ترد على كل الاسئله بتاعتك دي انت كده تمام، كده انت وصلت لليقين، التاكد التام ان انت نيتك دي في فتح محل كبده زي الفل. كمل بقى على بركه الله. تمام. ده بالظبط اللي بيحصل في النية القلبية للتغيير علشان أقدر أستقبل رسائل ربنا. أول حاجة أنا هنوي بقلبي إن أنا خلاص يا رب أنا عايزة أعرفك، أنا عايزة أقرب لك، أنا عايزة أبقى عايشة كده كيان روحي ليك. دي النية. علشان بقى أوصل بالنية دي لليقين التام لازم أرد على شوية تساؤلات علشان أكون متيقنة تماما إن كل أسئلتي متجاوب عليها، فآخد بقى اليقين بتاعي ده واخد المعلومات اللي انا جمعتها دي والتساؤلات اللي انا رديت عليها دي بيقين تام، افتح مخي ارمي فيه المعلومات دي، اقفل مخي واخد المفتاح ارميه في البحر. تمام. ايه بقى التساؤلات دي؟ هحكي لك وهحكي لك. المره اللي قلت فيها في الفيديو الاولاني ان انا اتخانقت فيها خناقه كبيره وقعدت اتكلم كلام ما يصحش مع ربنا وهديت. قعدت كده بعد ما هديت اتكلمت مع ربنا، قلت له يا رب انا ما شفتكش، انت بالنسبه لي في علم الغيب، والجنة في علم الغيب أنا برضو ما شفتهاش. طب معقول يا رب أنا أبقى عايشة في الدنيا دي كلها قاعدة بمتحن أمتحن 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 علشان في الآخر بعد ما أموت أدخل الجنة؟ طب هل أنا هفضل أتحمل في الدنيا دي كل المحن دي علشان حاجة أنت وعدتني بيها أنا ما شفتهاش وما شفتكش أنت كمان؟ سامحوني على أسلوب الكلام ده، ولكن ده اللي حصل وقتها. ودي الأسئلة اللي أغلبنا بيسألها واللي سألناها وإحنا صغيرين وما تردش عليها واللي ولادنا بيسألوها دلوقتي، فإحنا لازم نرد، يعني لازم نكون صراحة مع نفسنا ونرد عليها، لأن هي دي طريقنا الوحيد لليقين بوجود ربنا سبحانه وتعالى. سألت كل الأسئلة دي وافتكرت وأنا طفلة، سامحيني يا أمي، كنت أروح لها أقول لها ماما، كنت فضولية جدا جدا لحد دلوقتي يعني، ولكن زمان كانت أسئلتي كتير قوي. ماما هو ربنا عايش فين؟ تقول لي في السما. طب عارفه شكله ايه؟ طيب عنده 2 رجلين ولا لا؟ طب خلقنا ازاي؟ طب ما اعرفش. فكانت اوقات انا اسئلتي كانت تبقى يعني قويه كده، بجد ربنا كلبا، قولي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، امشي ارجع اسال اسئله كتير قوي من دي تاني. طب هي فين الجنه؟ طب هي فين النار؟ ازاي هما الاثنين جنب بعض؟ طب ازاي المسلمين هيخشوا النار وهيخشوا الجنه؟ طب ازاي بنت ربنا كلبة قولي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، سيبها وامشي. فاكرة آخر مرة دي رحت قعدت أسأل فيها أسئلة كتير قوي كده، وراحت زعقت كتير برضه. فرحت قلت لها يوه اشمعنى سيدنا إبراهيم كان بيسأل؟ انت هتجيبي نفسك لسيدنا إبراهيم يا كلبة، قولي استغفر الله العظيم. وقتها قلت استغفر الله العظيم ومشيت، تقريبا دي كانت آخر مرة سألت فيها، أنا ما سألتش تاني. وفضلت الأسئلة دي جوايا، ولكن أنا خلاص أنا كبرت وأنا خلاص في الحاجات المعتقدات اللي أنا اتربيت عليها في ربنا، في جنة ونار، وإحنا عايشين الدنيا دي عشان نمتحن شوية امتحانات وبعد كده نروح نقابل ربنا إن شاء الله فيجازينا خير. وكنت بقعد أعد بالحسنات يعني لحد ما حصل اللي حصل، وقعدت اتكلمت مع ربنا الكلام اللي أنا بقوله لكم ده، وبعدين قلت له يا رب أنا تايت، حلها من عندك زي ما قلت في الفيديو الأولاني. فربنا عشان بيحبني وعلشان أنا سألت كل الأسئلة دي وهو سبحان الله سمعني، رغم إن أنا يعني بين مليارات البشر سمعني، حب يعرفني بيه، عرفني بيه في الحالتين، عرفني بيه بجنته وناره، عرفني بيه بإني دخلت في المحنة بتاعتي دي وحكيت كل القصة في الجزء الأولاني، وإني عرفته وإنه دوقني من عذاب أهل النار، وإني لقيت اللي بيحصل لي ده وصفه في سورة النساء آية 56. وبعد كده لما تبت استغفرت راح سبحان الله
حول حياتي الجنة، بقيت فعلا عايشة جنة الله على الأرض. أقول لكم بقى مفارقة غريبة اكتشفتها برضو في رحلتي دي، إن ربنا لما عرفني بجنته أنا في نفس مستواي المادي من قبل المرض وبعد المرض. يعني الفترة دي كلها أنا تقريبا في نفس مستواي المادي. اي نعم ما شاء الله اللهم بارك، يعني ربنا كرمنا ورزقنا زاد 4 5 6 7 أضعاف زمان، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية اللي العالم كله بيمر بيها احنا نعتبر بقينا في نفس المكان زي احنا ما اتحركناش، مفيش حاجة زادت علينا. ولكن سبحان الله زي ما بقول لكم انا عايشه جنه الله في ارضي، كأن ربنا قاصد يقول لي انا هوريكي الجنه وهوريكي ازاي هتكوني راضيه ومبسوطه ومرتاحه وسعيده ومن غير فلوس، عشان ما تقوليش الفلوس هي اللي ريحتني والفلوس اللي بسطتني والحياه من غير فلوس ما تسواش. مفيش اي حاجه زادت عليا غير عربيتي كركوره 127 سبحان الله، يعني بحبها حب. اي حد يتكلم يقول عربيات فلا بتاع، لا كركوره احلى، مطلعه عيني وبتقف اكتر ما بتمشي، وبنزل هانم كده افتح الكبوت بتاعها وافضل اخبط لها على البطاريه وازودها ميه وناس تزك فيا وناس تشتمني بالكلاكسات حوار. ولكن سبحان الله يعني انا بحبها ومتعلقه بيها جدا وفرحانه بيها كمان. فالخلاصه ان ربنا سبحانه وتعالى رد عليا بكل الاسئله اللي انا كنت بسالها، وصلني لليقين بوجوده، عرفني بيه وعرفني بان في نار وعشت جزء منها في الدنيا. بعد كده لما تبت عرفني بجنته وعايشاها دلوقتي اللهم لك الحمد. كمان عرفني قد ايه هو رحيم، عرفني انا جايه للدنيا ليه، عرفت ان هو جايبني بس علشان اعمر الارض واعبده واجيب ذريه تعبده، وان هو مش عاوز مني اي حاجه تانية غير كده. ربنا سبحانه وتعالى جايبنا نعمر الارض بالخير ونبقى كلنا فينا الخير، نبقى كلنا بنتعامل مع بعض احسن معامله، ان هو رب خير وبس. بس ودي كانت الردود على التساؤلات اللي كانت في دماغي من وانا طفله. كده انا ثبتت النيه القلبيه بيقين تام بوجود ربنا وكل الاثباتات والدلائل اللي انا قلتها من شويه. خدت بقى كل المعلومات دي، فتحت مخي وقلبي، رميتهم جوه، قفلت بالمفتاح ورميتهم في البحر وبقيت ماشيه بيهم. ازاي بقى ابتديت استقبل رسائل ربنا ليا؟ ركزوا معايا. 1 ثبت يقيني زي ما لسه قايله من شويه. 2 نظفت قلبي من اي ضغينه او حقد او اي حاجه. بصوا الحته دي بالذات عامله زي ايه؟ زي ما يكون في جواكي لمبه، لمبه بس عليها تراب شديد جدا جدا، فهي منوره ولكن نورها باين انه ضعيف وبهتان. ليه؟ في تراب من بره، في لحويس كتير كده. فكل ما هتنضفي في التراب ده اللمبه هيبان نورها اكتر، لحد ما تنضفيها خالص فتبتدي بقى تنور نور كبير ينور لك الطريق. ده بالظبط اللي انا عملته. ابتديت سنه سنه اراقب كده ردود افعالي، اي حاجه هتخليني اسيء الظن ارجع فيها بسرعه، اي حاجه هتخليني اوصل لمرحله كده من الكبر في ان انا لا مش غلطانه وبتاع، لا 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 اعترف بغلطي في ساعتها وارجع. اي حاجه هتخليني مش صادقه حتى لو عملت ده بالغلط ارجع تاني واعتذر واقول لا على فكره انا ما كنتش صادقه في دي، انا كان المفروض اعمل كذا. كده يعني ماشيه بصلح لنفسي على طول الاخطاء دي. دي اهم خطوه على فكره والله، التعاملات دي انك انت تنضفي قلبك طول الوقت، فده هيزود النور اللي واصل بينك وبين ربنا. بعمل ايه بقى؟ 3 خطوه، بشحن نفسي بالرضا كل يوم. يعني كل يوم لما بصحى من النوم افضل كده اعد النعم اللي عندي، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على البيت، اللهم لك الحمد ان العيال كويسين، اللهم لك الحمد على كذا، اللهم لك، طول الوقت. وعمري من ساعه ما حصل اللي حصل ما ابص ابدا 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 لحد احسن مني في حاجه ابدا. دايما عيني على النعم بتاعتي، ودايما في دماغي ان اللهم لك الحمد. واول لما احس كده ان الشيطان هيدخل لي اقول قولي الحمد لله، عندك ده غيرك ما عندوش. ابص على طول للي اقل مني او للي عنده نقص في النعمه اللي عندي واقول اللهم لك الحمد وادعي كتير واحمد ربنا كتير. دي اكتر حاجه خلتني انا من جوايا مليانه بالرضا، اني عيني مش بتلقط غير نعمي انا. ولما الشيطان بيدخل لي اروح على طول ابص للناس اللي ما عندهمش النعم اللي عندي واقول اللهم لك الحمد. ابدا ما ابصش لاي حاجه تانية في ايد غيري ولا اي نعمه ربنا انعم بيها حد مش معايا. 4 خطوه، بطلت
اتخانق وادخل في جدالات ومشاكل مع اي حد. غلطانه بعتذر وبقول غلطانه، مش غلطانه بحاول لو حسيت ان حد جه على كرامتي او جه عليا، يا اما اشرح له ان ده مش صح وان انت سيء الظن بيا ان انا الموضوع ده مش كده، او بكبر دماغي وابعد لو بحس ان الجدال ده خلاص مش هيفيدني انا بحاجه يعني.